السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل بالنسبة للدوري السوري، قرار خاص من وزارة الرياضة. خلينا نشوف مع بعض شو الفريق اللي انحرم، اللي هو قرار خاص بالتدابير المؤقتة والمستعجلة استنادا للمادة 3.49، وبعد الاطلاع على الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعت فريقي رجال نادي أمية الرياضي ونادي حمص الفداء الرياضي ضمن منافسات الجولة السابعة من ذهاب دوري الدرجة الممتازة، والتي جرت على ملعب إدلب البلدي في مدينة إدلب، واستنادا للمشاهدات القانونية والأدلة القطعية الدلالة والثبوت التي أظهرت الانتهاك الصارخ لقواعد الانضباط بما يتعارض مع القيم والأخلاق الرياضية، ويشجع على الخروج عن الضوابط والقوانين من خلال وقوع عملية الاعتداء على الحكام. صار في اعتداء كتير على الحكام، لذلك طلع هذا القرار من بعض منتسبي نادي أمية الرياضي. مو بس منتسبين، يعني هون المقصود فيهم مشجعين نادي أمية اللي نزلوا على الملعب وصاروا يضربوا الحكام، وجماهير يعني المنتسبين تماما، يعني المنتسبين يعني وجماهيره بعد اقتحامهم أرض الملعب. واستنادا للمادة 7 المقررة إصدار القرار الخاص بالتدابير المؤقتة والمستعجلة، والمادة 10 و5.18 المقررتين للصلاحيات، قرر رئيس اللجنة الآتي: 1. منع إقامة أي مباراة لفريق رجال نادي أمية الرياضي في أي ملعب من ملاعب إدلب حتى إشعار آخر، استنادا للمادة 7 الفقرة 4 قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف حسب المادة رقم 3.40. دعوة اللجنة لاجتماع استثنائي طارئ والعمل على ضرورة استقصاء المعلومات الواردة أصولا من الجهات ذات الصلة ليصاب. أما لو واضحة الكلمة هون، اللي لاقيها هيك واضحة يكتب لنا إياها بالتعليقات لو سمحتوا. إلى اتخاذ القرارات المناسبة بحسب مدونة الأخلاق والإجراءات التأديبية خلال 24 ساعة القادمة. 3. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر وفق الأصول المعتمدة. هذا القرار طلع بالنسبة لمباراة أمية وفريق حمص اللي صار فيها حالات تحكيمية غريبة عجيبة، مع أنه الحكم يعني عم بيحكم كان بطريقة عادية جدا، بس بنفس الوقت غضب الجماهير وغضب الكادر الاحتياطي لفريق أمية خلاهم يفقدوا أعصابهم ويفوتوا على الملعب ويضربوا الحكم ويجمعوا على الحكام كلياتهم يضربوهم، وهذا الشيء طبعا غير أخلاقي بالنسبة لدوري وملاعبنا السورية، وهذا الشيء بشجع كتير على أنه يكون في عدوانية ضد الحكام، وهذا الشيء طبعا أكيد ما بيجوز. المفروض نحن نكون واقعيين ونكون كتير نكون تقريبا، يعني ما في داعي نعمل هالقصص هي اللي بتعمل خناقات وبتعمل شغلات كتير ما لها ضرورة يعني. فما بالكم العالم اللي قاعدين عم يطلعوا علينا من برا ويشوفوا المباراة مثلا وشلون احنا فايتين وعم نضرب، نحن وين قاعدين يعني بالعصر الحجري مثلا؟ اكيد لا. فبتمنى انه كل واحد يضبط نفسه. خلص نحن عم نتطور شوي شوي، بكره ان شاء الله بيكون بصير عنا فار وبصير عنا ملاعب مثل ملاعب اوروبا ومثل ملاعب الخليج. ليش لا؟ ليش لا؟ نحن بلدنا عم تتطور، عم تتعمر من اول وجديد. ليك اليابان لما هيك صار فيها، اكيد لما كان في عندك الحرب العالميه ونزلت القنابل النوويه جوات اليابان بناكازاكي وهيروشيما، شوفوا اليابان شلون صارت هلا. فنحن ليش لا؟ نحن عم نتطور، نحن عم نطلع هلا، والحمد لله عم نطلع بشكل سريع يعني. فبتمنى انه ما تتكرر هالامور هي. طبعا هون مكتوب انه منع اقامة اي مباراة، خلص يعني نادي امية ما عاد يلعب اي مباراة بارضه او باي ملعب في ادلب، خلص مبارياته كلها راح تصير خارج مدينة ادلب بسبب بسبب الموضوع هذا، وبسبب المشاجرة اللي صارت كتير يعني اثرت على الدوري السوري واثرت على المظهر الحضاري اللي نحن بدنا اياه. الشيء اللي نحن بدنا اياه للاسف ما عم بيصير بسبب 50 واحد يمكن نزل على الملعب أو 70 واحد نزل على الملعب. وهذا الشيء طبعا مكتوب هون بحسب مدونة الأخلاق الإجرائية، فمفروض الواحد يكون عنده أخلاق. وخلص يعني صار خطأ من الحكم، صار موضوع ما لازم نحن نواجهه بالضرب والاعتداء والمسبة يعني. هذا الشيء ما بيصير. لكم مكتوب هنا عملية الاعتداء على الحكام. شو يعني اعتداء؟ يعني ضرب، يعني بلشوا العالم ينزلوا يضربوا والله أعلم
الحكام شو صار فيهم؟ يعني 70 واحد هاجمين على 3. كمان هذا الشيء لا يجوز قطعا. وباعتبار طلع القرار، قرار طلع اليوم 6/2، ان شاء الله يعني ما عاد تتكرر هالامور. واكيد راح يكون حاطط لك دون استئناف، ولكن انه حيصير اكيد استئناف الموضوع لاحقا حيصير استئناف الموضوع، حترجع المباريات. ممكن النادي آه، يتغرم بغرامة مالية ويدفعها للحكام او يدفعها لوزارة الرياضة، ووزارة الرياضة اكيد بدها تعوض الحكام على الشيء اللي صار. فاشوفوا شلون الجماهير المعصبة اللي بتنزل تعمل ضرب وقتل ومسبات وكذا هي اللي بتجيب البلا للنادي. النادي هو اللي حيدفع، النادي هو رح ينضر، والنادي اذا انضر خلاص يعني اقل شيء انه هلا ما عاد يلعب بارضه. اذا ما لعب بارضه خلاص انتهى الموضوع، يعني صارت مبارياته كلها برات ارضه، يعني صارت المباريات صعبة، مباريات النادي صعبة. فالجماهير هي يلي جنت على الفريق، جنت على النادي، كما يقال يعني انه جنت على نفسها براقش. هي يعني انه مثل حدا جاب الدب لكرمه والحق عليه. فحبيت بس هيك اعطيكم فكرة عن الموضوع، وان شاء الله ما عاد تتكرر هالامور معنا هون، وهالقصص هي بتكرر. بتمنى انه يكون في دائما امور اخلاقية بتصير عنا بالبلد. شو ما صار من نقد، شو ما صار من حالات تحكيمية، المهم نحن لازم نكون دائما ايد واحدة، وما في داعي كل هالقصص هاي. كنا نرفع آه، برقية او شيء لوزارة هذا ونشتكي على الحكام ما كانوا مناح مثلا، والمباراة مصورة. يعني بامكانكم تضروا الحكم يلي ما ساوى، يلي ما عمل منيح وما حكم بشكل جيد، فيكم تضروا بهالمنطق هذا، مو بمنطق الضرب والعدوانية. فبتمنى الامور هي ما ترجع مثل ما كانت، وما ما قصدي ما تتكرر هالامور هي. وان شاء الله لنا لقاء اخر. شكرا لمتابعتكم، بتمنى لا تعملوا لنا لايك على الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.